السلام عليكم، عاملين ايه؟ معاكم نوى بدران من قناة نوى بدران او قناة ست الستات الاكل والحلويات. هعمل لكم اجمل وارق قريبة ممكن تشوفها في حياتكم. عندي هنا 320 جرام سمنة، وعندي نص كيلو دقيق، تمام، و130 جرام سكر بودرة، وعندي حوالي 80 جرام نشا، تمام. وصفة سهلة جدا وناعمة. هنحط دلوقتي السكر البودرة على السمنة، مفيش اي تعقيد خالص. الوصفه سهله وبسيطه جدا، وهتطلع لكم قريبه ما دقتهاش في حياتكم قبل كده. هنقلبهم كده مع بعض، بس حاجات بسيطه علشان لما باجي بضرب بالهاند بلندر كل حاجه بتطير. فانا بس بقلبهم كده، بعمل لهم خلط. مجرد ما بخلطهم كده، طبعا السمنه دي عاديه خالص برضو، مش في التلاجة ومش سايحه خالص، يعني بدرجه حراره المطبخ. هبتدي بقى اضرب على اعلى سرعه لحد السمنة دي ما تفتح معانا وتبقى يعني لونها فاتح خالص. احنا في بطل الوصفات كلها معانا السنة دي السمنة العادية بتاعة البيت خالص، ما تكلفناش زبدة، ما تكلفناش سمنة بلدي، بالمقادير اللي هي الاقتصادية البسيطة. اي حاجة نفسك تعمليها وصفتها سهلة وبسيطة في البيت هتقدري تعمليها من غير مجهود ومن غير اي حاجة خالص. الوصفة بتبقى قايمة ان انتي تضربي الحاجة كويس. بصوا بتبقى عاملة زي الفوم كده. خلاص يعتبر اتضربت معايا كويس. اول ما لونها فتح خلاص كده، ابتدي بقى احط عليها نص كيلو دقيق وانخله. قلنا قبل كده ان النخل بتاع الدقيق دوت مهم جدا. طبعا نص كيلو دقيق ممكن تزودوا الكمية الكيلو دقيق، وهتزودوا طبعا هتضربوا المقادير في 2. انا لما بنخل الدقيق بتحس ان في فوم كده بيخشله، يعني بيخشله هوا كده بيعلي معانا المقادير. حطيت عليه هنا كده 80 جرام نشا. نلتزم بالمعايير دي علشان دي بتبقى مظبوطة جدا وبتظبط معانا الوصفة. طبعا انا عملتها قبل كده وماشية على نفس الوصفة زي ما هي، ما بغيرهاش، لان لقيتها ناجحة جدا معايا وطعمها دايب. مفيش حد دقها الا وقال لي تسلم ايديكي، وطعمها فعلا جميل. كده خلاص بقى بقلب النشا مع الدقيق عشان اضمن ان هما دخلوا في كل العجينة معايا وهينزلوا كلهم مع بعض. يعني عادي الحاجات اللي بتخرج دي عادي. كده خلاص هبتدي بقى اقلب العجينة. انا بس ببقى عايزة ان الدقيق يمسك شوية في العجين اللي عندي، بحيث لما اجي اقلبه يبقى سهل التقليب وما ياخدش وقت. طبعا هي الحركة دي مهمة، ان انا بعمل بس كده من تحت لفوق، ان انا بقلب كل المقادير اللي معايا، ما بتحتاجش عجن. انا بس بدخل المكونات في بعضيها. شايفين السهولة؟ مجرد ما خلاص كده الدقيق بيبتدي يشرب المكونات اللي عندي، خلاص بيبتدي بقى ان هو يتماسك. نلم بقى العجينة كلها كده. وما شاء الله شايفين العجينة عملت قد ايه؟ يعني نص كيلو الدقيق عمل معايا كمية حلوة. طبعا بقلب. خلاص بقى هنا كانت ايدي وجعتني من كتر التقليب، لان عايزة تقلبي على طول على طول على طول. فقلت استخدم بس الهاند بلندر كده، ان انا ايه، احاول ان انا ادخل بس المكونات في بعض كده على السريع. ما بدخلش ان انا اشغله جامد او حاجة، لا، مجرد بس كأنه تقليب بالايد. بصوا فرول معايا العجينة وانا قاعدة عمالة اعمل. الهاند بلندر ده تعب معانا وشيء معانا قوي في الوصفات دي بصراحة، يعني الحمد لله. يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. كده هبتدي بقى ان انا ايه ادمجه كله. خلاص لقيت ان العجينة بقت كويسة معايا، هبتدي بقى ان انا اشكلها. زي ما قلت لكم مش محتاجة عجن، ممكن كنت اشتغل فيه بايدي عادي، وكده كده هلمها برضو بايدي. كده بقت ناعمة جدا اهي. الغريبة بجد دايبة دوب فظيع فظيع فظيع، تتاكل كده اكل. انا ما كنتش بحبها خالص، لان كنت ليا تجربة معاها سيئة ودقتها ما عجبتنيش، وحسيت ان حاجة طعمها وحش. فقررت ان انا اجيب وصفتها وان انا اعملها واجربها. طلعت حلوة هكملها واكلها، ما طلعتش حلوة خلاص يبقى كفى المؤمنين شر الكتير. كده خلاص بقت ناعمة معايا. عندي هنا للتزيين
اللي هو الحاجات الصغننه دي اللي لونها فضي. وعندي فول سوداني ممكن تحطوا بقى، انا كنت عاملاها قبل كده ببندق وكنت عاملاها بلوز. ممكن تحطوا بقى اللي انتوا عايزينه، كل اي حاجه تحبوها، هي بتبقى متقبله كل حاجه. انا هحط هنا فيها واحده فول سوداني. بص بعملها دايره صغيره، ما بعملهاش كبيره، بتبقى على قد قطمه البق كده بالظبط. وممكن تحطوا عليها الكريز برضو، تحطوها عادي في الفرن، بتبقى برضو تحفه، والكريز كده بيدوب عليها. طبعا الكميه دي بالحجم اللي انا بعمله الصغير ده بيطلع لي كميه كبيره جدا، لكن في ناس بتعملها بتبقى كبيره شويه. بصوا الحجم بدورها ازاي، ولا مشققه ولا مفتحه ولا بتبوظ مني ولا باظت في الفرن ولا حاجه، الحمد لله. هبتدي بقى احط الحاجات اللي وقع عادي خالص، مفيش مشكله. هنحط منه برضو اهي كده. خلاص بعد ما شكلتها هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 بالظبط 10 دقايق او 12 دقيقه. اول ما اقلبها كده والاقي ان هي من تحت لونها احمر شويه، يبقى خلاص هي بيفضل لونها فاتح كده. اهم حاجه بس ما نطلعهاش وهي سخنه من مكانها، لان هي بتبقى درجه حرارتها عاليه جدا وبتبقى ناعمه وفعلا بتلسع الايد. فنخلي بالنا ان احنا لما نطلعها من الفرن نسيبها شويه، بعد كده نبتدي ننقلها. يعني انا هنا سبتها ونقلتها تاني يوم عشان اقدر احطها في طبق. بصوا هنا الظهر بتاعها عامل ازاي، لونه محمر، بس هي من فوق من كتر ما هي ناعمه فدايبه خالص. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان ينزل لكم كل جديد. كان معاكم نوع بدران من قناه ست الستات للاكل والحلويات.